بعد ما تجربي طريقة عمل الشوكولاتة بطريقتي مش هتجيبيها من بره تاني. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زي قلبكم. في البداية هيكون معانا نص كوباية سكر ونص كوباية مية، هنقلبهم على البارد زي ما احنا شايفين مع بعض عشان ندوب السكر. بعدين هنرفعهم على نار متوسطة ونحط عليهم عصير نص ليمونة ونسيبهم يغلوا لمدة 5 دقايق. انا مش عايزاه شربات تقيل، انا عايزاه شربات خفيف. وبعدين هنبدأ نجهز الشوكولاتة. هنحط في بولة 3 بيضات ورشة فانيليا، وهنحط عليهم تلت كوباية سكر عادي مش بودر، ومعلقة عسل جلوكوز، ومعلقتين سمن، ومعلقتين دقيق. ونشغل المضرب مش كتير، يدوب بندوب السكر وبنفك عسل الجلوكوز زي ما احنا شايفين مع بعض. مش بنضرب كتير بالمضرب، يدوب بندوب المكونات وبنخلطها مع بعضها بس. بعد كده هنجيب مع بعض ربع كيلو جوز ناعم او متوسط عادي زي ما احنا شايفين مع بعض، وبنبتدي نقلبه بخفة وبسرعة. بنخلطه مع المكونات. شايفين مع بعض المكونات بسيطة والطريقة سهلة جدا، وهتعملوه بأمر الله بكل سهولة. لو لقينا القوام سايل في ايدينا بنحط معلقتين جوز، ما نحطش دقيق علشان الشوكولاتة ما تبقاش مكتومة معانا. بعد كده هنبدأ نشكلها على ايدينا بالطريقة دي زي ما احنا شايفين مع بعض بكل سهولة. بعد كده هنجيب صينية ونفرشها بورقة زبدة ونمسحها بمسحة زيت تجنبا انها تلزق. وبعدين هنحط زي ما احنا شايفين مع بعض. بعمل واحدة تانية زي ما احنا شايفين مع بعض، بنشكلها بنفس الصورة بكل سهولة. بعد كده هنحط على كل واحدة واحدة كرز ونضغط عليها علشان ما تفكش معانا في الفرن. وده شكلها قبل ما تدخل الفرن. وبعدين هندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد حوالي ربع ساعة. بعد ما تستوي من تحت بنشغل الشواية من فوق ونتابعها لانها بتتحمر بسرعة. وده شكلها بعد ما اتحمرت معانا وخرجت من الفرن. وبعدين هنجيب الشربات اللي احنا عملناه بعد ما برد معانا، ونبدأ نحط على كل واحدة نص معلقة شربات بنفس الطريقة. وده شكلها بعد ما خلصت معانا. شايفين ازاي هي متحمرة من تحت وازاي هي هشة وخفيفة وما هيش مكتومة معانا، واحلى من اللي بنشتريها من بره مليون مرة. وما ننساش اللايك والاشتراك، والف هنا على كل اللي يجربها.